يا عيني عليك يا شيكابالا. أول رد فعل من شيكابالا بعد عزل مرتضى منصور، ويهاجم الأهلي بقرار مفاجئ. قبل ما نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي والاشتراك بالقناة. بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور من منصبه، فقد أدلى محمود عبد الرازق شيكابالا في تصريحات له: الكل عايز يهدم نادي الزمالك، عايز يرجعوا لعصر ممدوح عباس. مرتضى منصور لازم يرجع تاني رئاسة الزمالك علشان هو الوحيد اللي هيقدر ينقذ نادي الزمالك من الغرق. وجايب مدرب عالمي للزمالك، والفرقة بدأت ترجع تاني لمستواها، وهو اللي كان بيدافع عن الزمالك، وهو اللي كان بيدافع عني، وطلع وقال عني أنا مش هسكت عن حقك يا شيكابالا. والواضح ان مرتضى منصور عايز يعزل الخطيب عن طريق شيكابالا. ما تنسوش عمل لايك والاشتراك في القناة. المستشار مرتضى منصور مستحلف للكابتن محمود الخطيب والأهلي وجماهيره، وغضبان منهم على الآخر، وحلف كام يمين انه هيوريهم وهيعلمهم الأدب، وانه هيشتكيهم للفيفا. وبيقول كمان ان الشكوى دي هتأدي بالنادي الاهلي وجماهيره وهتعرفهم غلطهم. وكلامه ده طبعا بسبب اللي حصل في مباراة الاهلي وفاركو، وكلامهم المسيء وغلطهم في شيكابالا. اهانوا ومسحوا بكرامته الارض رغم ان شيكابالا ما كانش في المباراة. وده اللي جنن مرتضى منصور وخلاه على اخره مش طايق جمهور النادي الاهلي خالص ولا سيرته. علشان كده جمع كل اساءات جمهور النادي الاهلي اللي توجهت لمحمود عبد الرازق شيكابالا، وهيقدمها في شكوى ضد الاهلي. والكلام ده طبعا قبل ما مرتضى منصور يتعزل. يا ترى دلوقتي بعد ما اتعزل هيستمر في الشكوى ولا خلاص اتعلم الادب؟ ويا ترى شيكابالا هيعمل ايه بعد ما طلع وقال ان مرتضى منصور هو اللي كان هيجيب لي حقي، وانه لازم يرجع لنادي الزمالك، وانه لو مشي انا همشي كمان وهعتزل الكوره في رعاية الله وحفظه.